يا ترى مين اللي بيتحكم في جسمك، عقلك ولا قلبك؟ وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن الكريم قلوب يعقلون بها، هو القلب بيعقل؟ طب لو شلنا قلبك ده بكل مشاعره وكل الحاجات اللي بيحبها وحطينا قلب تاني، يا ترى هتبقى انت نفس الشخصية؟ فكر شوية كده وهجاوبك آخر الفيديو بعد ما احكي لك قصة حقيقية غريبة وصادمة. القصة بدأت سنة 1995 لشخص اسمه سوني جرهام من ولاية جورجيا الأمريكية. كان عنده 66 سنة، راجل متجوز وعنده ولدين، كان راجل غني وعايش حياة كويسة، وبالرغم من كبر سنه كان شخص رياضي بيحب الخروج للصيد. وفي يوم خرج يصطاد حس بوجع فجأة في صدره ووقع أغمى عليه، ولما راح المستشفى الأطباء لقوا إن عنده فيروس خطير في القلب وملوش علاج، والعلاج الوحيد إن يتزرع له قلب جديد، فحطوه على قائمة الانتظار لحد ما يلاقوا متبرع مناسب. هنسيب سوني شوية ونروح لشخص تاني اسمه تيري كوتل من ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية. كان شاب 30 عايش مع زوجته اسمها شيريل ومع بنته جيسيكا. حياة تيري كانت مستقرة وسعيدة، لكن دوام الحال من المحال. بدأت المشاكل بين تيري وزوجته شيريل اللي كانت بتشتغل ممرضة، ولأن تيري واجه ظروف صعبة أثرت على حالته النفسية لأن تم تسريحه من العمل، وكان على طول في خناقات مع زوجته شيريل وعايرته إنها بتكسب أكتر منه، ورمت له خاتم الزواج وطلبت الطلاق. في اليوم ده أخد تيري المسدس وحبس نفسه في الحمام وأنهى حياته. اتنقل المستشفى، ولأن الرصاصة دخلت في الجانب الأيمن من الجمجمة بس ما خرجتش من الجانب الآخر، فدخل في مرحلة غيبوبة. الأطباء اقترحوا على شيريل إنهم يفصلوا عنه الأجهزة ويتبرعوا بالأعضاء بتاعته، وهي وافقت بالرغم من اعتراض أهل تيري. أيوة بالظبط كده، قلب تيري كوتل هيروح للعم سوني جرهام بعد سنة من انتظاره إنه يرجع تاني للحياة بقلب جديد وقلب شاب 30 كمان. عملية زراعة القلب نجحت، لكن العم سوني جرهام اكتشف في نفسه حاجات غريبة عن الأول، مثلا إنه بقى يحب يشرب بيرة كتير مع إنه ما كانش بيشربها أصلا قبل زراعة القلب، وبقى كمان ياكل حاجات ما كانش قبل كده بيحبها. سوني قرر إنه يتواصل مع العيلة اللي اتبرعت ليه بالقلب وأنقذت حياته، فتواصل مع شيريل أرملة تيري. اتطورت العلاقة بينهم وحبها من أول نظرة، وحس إنه كأنه يعرفها من وقت طويل. وبعد لقاءات كتير بينهم قرروا الزواج سنة 2001. طبعا الأهل والمقربين من سوني كانوا مستغربين جدا ازاي الراجل الكبير سنا ده العاقل يفرط في عشرة عمره كده بعد السنين دي كلها، لدرجة انه طلق مراته وساب عياله واتجوز شيريل. اما الصحافة وقتها احتفلت بقصة زواج سوني من شيريل بعناوين زي شيريل والقلب الذي أحبها في جسدين. حتى جمعية التبرع بالأعضاء عملت لهم حفلة، وكانوا شايفين إن قصتهم قصة رومانسية جميلة، لحد ما الرومانسية دي قلبت بنكد. سوني كان راجل غني وحنون، قدم لزوجته الهدايا والمجوهرات وأسس كمان ليها شركة، لكن الشركة دي خسرت بعد كده وأفلست ودخلت في الديون. فبدأت المشاكل مع شيريل اللي اتجوزته طمعا في فلوسه، وطلبت بعد كده الطلاق، ورفضت كمان انها ترجع له خاتم ماسي كان مديهولها. سوني اكتشف ان شيريل كانت بتستغله وانها عمرها ما حبته، ونصبت عليه في خاتم ألماظ. في يوم خرج سوني ومعاه البندقية بتاعته اللي كان بيستخدمها في الصيد، وفي الفناء الخلفي لبيته أطلق على نفسه الرصاص. الغريب ان الرصاصة كانت برضه في الجانب الأيمن من جسمه، زي ما حصل بالظبط من 13 سنة مع تيري كوتل. وبكده يبقى أسكت قلبه مرة تانية، لكن المرة دي أسكته للأبد. تخيل بقى كده شخص يحب واحدة وينتحر عشانها، قلبه يروح لحد تاني فيحب نفس الواحدة ويموت نفسه برضه عشانها وبنفس الطريقة. القصة دي وقتها شغلت الأطباء والباحثين، وبعضهم شاف إن القصة دي بتأكد إن القلب ليه ذاكرة مستقلة بيحفظ المشاعر والصفات وكل حاجة، مش بس هو مضخة لضخ الدم والأكسجين. طول حياتنا عارفين إن العقل هو اللي سايق بيدي الأوامر لكل الجسم، والقلب ما هو إلا مضخة لضخ الدم. هقولك انت راجل قديم، لأن الكلام ده كان لحد سنة 1991، لحد ما جه العالم والدكتور أرمور واللي اكتشف حاجة اسمها ذا برين هارت، إن القلب ليه دماغ صغير أو الجهاز العصبي القلبي الداخلي، ودماغ القلب ده فيه حوالي 40,000 خلية عصبية. سبحان الله، خلايا عصبية معقدة جدا متشابهة في الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ، عشان كده بتأهله إنه يشتغل لوحده،
يشعر ويحس بعيدة عن المخ والجهاز العصبي المركزي، وده اللي بيخلي زراعة القلب ممكنة. تخيل كمان ان العلماء لقوا ان القلب بيتأثر جدا عند الشعور بالذنب، نبضاته بتقل جدا كأنه حزن، والزعل الكتير ممكن يدمر القلب، فخطر الإصابة بالسكتات القلبية بيزيد بنسبة 20% لما حد عزيز علينا بيموت. حتى في الحب اللي مكانه القلب بيطلع هرمون الأكسيتوسين المعروف بهرمون الحب، واللي بيحسسنا بالأمان والراحة والسعادة مع اللي بنحبهم، فهو مش مجرد مضخة بس ولا جهاز. في العادي القلب بيتصل بالمخ من خلال ألياف عصبية بتمر خلال العصب المبهم وتوصل للمخ. بعد عملية زراعة القلب الاتصالات العصبية دي بتاخد فترة طويلة على ما ترجع، ورغم كده القلب المزروع بيشتغل عادي من خلال الجهاز العصبي الخاص بيه. القلب بيبعت إشارات للمخ، المخ مش بس بيفهمها، لأ كمان بينفذها. يبقى مين المسيطر؟ مين فيهم اللي سايق؟ أيوة القلب. تخيل إن القلب بيطلع ترددات كهربية أقوى بآلاف المرات من أي عضو في الجسم بما فيهم المخ، والقلب كمان بيطلع أقوى طاقة كهرومغناطيسية في الجسم أكتر ب5000 مرة من الطاقة الكهرومغناطيسية اللي بتطلع من المخ. الدراسات كمان أثبتت إن القلب بيسبق المخ في توقع الأحداث قبل ما تحصل بثواني، وده بيسموه الحدث. الباحثين اكتشفوا كمان إن الإشارات العصبية اللي بتطلع من القلب بتتحكم بشكل مباشر في جزء من المخ اسمه الأميجدلا، ودي على شكل لوزة صغيرة أو اسمها اللوزة الدماغية، وده بيبقى جزء في الدماغ مسؤول عن تصرفاتنا ومشاعرنا وردود أفعالنا مع اللي حوالينا. الدراسات أثبتت كمان إن عمليات زراعة القلب ليه أكبر تأثير في تغير الشخصية مقارنة بزراعة أي عضو تاني في الجسم. ناس كتير لما عملوا عملية زراعة القلب لقوا إن شخصيتهم ومشاعرهم وتصرفاتهم اتغيرت تماما بعد العملية، وفي سيدة لقت نفسها بقت بتحب تاكل حاجات ما كانتش بتاكلها قبل كده، واكتشفوا إن متبرع القلب ليها كان بيحب الحاجات دي. وراجل تاني كان كبير في السن اتزرع له قلب شاب كان عنده 17 سنة. الراجل الكبير سنا ده لقى نفسه بقى بيحب يسمع الموسيقى الصاخبة العالية بتاعت الشباب بعد ما كان بيحب الموسيقى الهادية جدا، ده كله عشان اتزرع له قلب شاب. وفي على فكرة رجالة كتير بيكونوا مرضى بيرفضوا ان يتزرع لهم قلب امرأة، لان طبعا شخصيتها ومشاعرها كامرأة هتتنقله وهي مختلفة عنه تماما. فالقلب ليه ذاكرة، والدليل على كده ان لما راجل مسن اتزرع له قلب صناعي بعد العملية الراجل قال انه بقى حاسس انه جماد، مش حاسس بأي مشاعر ولا عواطف لأي حد حواليه ولا مع أهله، وكان بيفكر ينتحر، ده لأن القلب اللي اتزرع له كان صناعي. وفي القرآن الكريم ربنا خاطب قلب الإنسان في أكتر من آية، كقوله تعالى في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. وأيضا قوله تعالى في سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. فالقلوب بتعقل وتطمئن وتبصر، وظيفتها لا تقتصر فقط على تزويد الجسم بالدم. فلو رجعنا لقصتنا وفكرة انتحار سوني جرهام، هل كان سببه ذاكرة قلب تيري كوتل المنتحر قبله واللي مات بنفس الطريقة، ولا الموضوع قضاء وقدر وحصل صدفة؟ أنا نسيت أقولك إن في التحقيقات لانتحار سوني اتعرف إن شيرين مراته دي كانت بتتجوز كتير وبتطلق، ومع كل زوج كانت بتتجوزه كانت دايما تتكلم عن فكرة الانتحار بالمسدس وإنها عايزة تخلص من حياتها، كانت بتزهقهم وتعمل معاهم مشاكل كتير. فهل إيحائها النفسي المتكرر وذكرها فكرة الانتحار بالمسدس هو ده السبب في قتلهم الاتنين، ولا في سبب تالت محدش يعرفه؟ شاركوني آرائكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنوني في قصة جديدة إن شاء الله. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.